بحب قوي لما اجي اعمل اكل اطلعه شكله حلو واطلعه مظبوط. يعني بحب قوي تقديم الاكل، وبحب اكتر كمان الاكل بقى لما يبقى معمول بطريقه حلوه، يعني معمول بحب كده بيطلع بصراحه تحفه. فانا بحب كده قوي بصراحه. فالحاجه اما بتعمليها كده وانت رايقه بتديكي نتيجه رائعه بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلي على الله والله العظيم، وحطي الحاجه اللي انت عايزاها في دماغك، هتلاقي نفسك بتعمليها وبتطلع معاكي حلوه جدا. لان انا عارفه ناس كتير قوي بتكسل في الموضوع ده، اللي هو ايه، طيب انا هخليه بكره بعده. فلا، انجزي وقتك، اتكلي على الله، خلصي اللي انت هتعمليه وهتلاقي الدنيا معاكي سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. نصيحتين اعمليهم والهم والتفكير انسيهم. النصيحة الأولى، اعملي الأكل بحب، عشان الحب اللي بتعملي بيه الأكل بيطلع على الأكل حتى لو كان بسيط، زي الأكلة بتاعتنا النهاردة، فضل ونعمة من ربنا. النصيحة التانية، تنظيم يومك وترتيب بيتك، كل حاجة في حياتك توكلي على الله وإن شاء الله موفقين يا حلوين.